الكثير. الأهداف نصفها سجل خلال مباريات اليوم التي عرفت عودة كل من فريق النادي القنيطري والمغرب التطواني بنتيجة الفوز من ميدان كل من اتحاد الخميسات وشباب أطلس خنفرة. التفاصيل مع خالد رغود. مهرجان من الأهداف وصل إلى 7 عرفته مباراة الاتحاد الزموري والخميسات والنادي القنيطري. الفريق المضيف كان هو السباق إلى التسجيل منذ الدقيقة الثالثة عن طريق اللاعب جواد العمري، قبل أن تتحول السيطرة للفريق الزائر النادي القنيطري الذي تمكن من تسجيل 4 أهداف عن طريق كل من عبد الرحيم أبرباش في الدقيقتين 18 بمجهود فردي ومن نقطة الجزاء عند حدود الدقيقة 24. مسلسل الأهداف سيتواصل بهدف ثالث من إمضاء العميد رشيد برواز وذلك دقيقتين قبل نهاية الجولة الأولى، ثم الهدف الرابع في الدقيقة 54 من رأسية مركزة للمهاجم بدر الكشاني. فريق الاتحاد الزموري استعاد نشاطه وتمكن من تقليص النتيجة بتسجيله لهدفين عن طريق كل من زهير بن نواحي ثم يوسف الزهري في الدقيقة 72. هدفان لم يكونا كافيين لتجنيب اتحاد الخميسات الهزيمة في هذه المباراة ليظل في الصف ما قبل الأخير بمجموع 11 نقطة. وفي مباراة شهدت نفس السيناريو ساعد فريق المغرب التطواني توازنه بعدما أفلح في تحقيق فوزه الثاني على التوالي، وكان بميدان مضيفه شباب أطلس خنيفرة بنتيجة 4 أهداف مقابل هدفين. الهدف الأول كان لشباب أطلس خنيفرة من نقطة الجزاء من إمضاء اللاعب السنغالي ديوف، قبل أن يرد الفريق الزائر ويوقع هدف التعادل من رأسية لمحسن ياجور، ثم يضيف السنغالي مرتضى فال هدفا ثانيا من نفس المكان وبنفس الطريقة. الدقيقة 67 محسن ياجور يعود من جديد ويضيف الهدف الثاني والثالث لفريقه من ضربة جزاء. فريق شباب أطلس خنيفرة سيقلص النتيجة بعد ذلك بواسطة رأسية من ربيع هبري، قبل أن يختتم حصة الأهداف نجم هذه المواجهة محسن ياجور الذي وقع بذلك هدفه الثالث والرابع لفريقه في هذا اللقاء. بعد هذا الفوز ارتقى فريق المغرب التطواني للصف الخامس بمجموع 21 نقطة. وفي لقاء آخر أرغم فريق الرجاء البيضاوي على العودة بنتيجة التعادل بهدف لمثله من ميدان فريق نهضة بركان، وكان الفريق المضيف هو السباق إلى تسجيل في الدقيقة 59 عن طريق عبد الهادي حلحول، قبل أن يفلح بعد ذلك المهاجم حمزة برزوق في تعديل النتيجة لفائدة فريق الرجاء. فريق الرجاء الذي ظل بذلك في المركز الرابع بمجموع 22 نقطة.